صباح الخير عليكم. فيديو ردا على بعض الأصدقاء كنا بنتناقش. والنقاش ده في نطاق الناس اللي عايشين هنا، بس يعني برضو ممكن الناس المقبلة على الهجرة أو بتفكر في الهجرة تهتم بنفس الموضوع. كنا بنتناقش على موضوع التضخم وإيه اللي حصل اليومين دول في أمريكا، وهو فعلا في تضخم، الاقتصاد عامل إيه والكلام ده كله. آه فاللي انا حابب اقوله فعلا في تضخم ومؤثر على كل حاجة. القصة بدايتها يا جماعة من اول كورونا. احنا مرة واحدة حصل البنداميك، وحصل اغلاق كامل في الولايات كلها، وقال لك خلاص لا، الناس كلها لازم تقعد في البيت، ومرة واحدة الشغلانات بدأت تقف. انا طبعا راجل بشتغل في الاي تي من زمان، فكان عندي الامكانيه ان انا يعني اشتغل ريموت، لان كنا بنعملها كتير حتى من قبل ما الموضه بتاعت الريموت تبدا. آه، فبدانا، قال لك في الاول احنا هنشتغل شويه، اسبوع اسبوعين، بداوا كل 3/4 الناس تقعد، ويلا لا انتوا كمان كلكم تقعدوا. وقال لك خلاص بقى الناس كلها لازم تقعد في البيت، وبداوا يصرفوا شيكات. الحكومة بدأت تصرف شيكات لكل الشعب، الناس كلها قاعدة في البيت وبتقبض فلوس. وطبعا بدأ بقى العملية، بقى الناس خدت على القعدة خلاص، لا ده في شيكات بتتصرف كتير وفي فلوس بتدخل. فيعني اللي كان بيطلب لشغل اللي كان بيزعل. انا واحد من الناس لما لقيتهم بدأوا يقولوا لي انت هترجع الشغل زعلان، طب ما ينفعش اقعد شوية؟ فاهمين قصدي؟ البضائع والسلع ما كانتش موجودة ساعتها، كان الموضوع أزمة، فعلا أزمة قوية جدا، وكان مؤثر جامد على البلد وعلى الإنتاج. وبعديها الناس بدأت تكسل تشتغل، ناس كتير فضلت قاعدة مكملة بقى في موضوع البطالة. غير ان طبعا الشيكات دي كانت بتتصرف لناس كانت قاعدة اوريدي، فهم بقى بدأت دخلت معاهم بزيادة، خش كمل بقى شغال، انت قاعد بتقبض. بعديها بدأت بقى طبعا الحرب والسياسات اللي عمالة تحصل، بدأت كل حاجة عمالة تزيد بغباء يعني. طبعا الفيديو ده أنا مش بشتكي ولا أي حاجة، طبعا الغلاء موجود في العالم كله، متأثر بالحرب والكلام ده كله، بس ده هو الواقع اللي الشعب الأمريكي عايشه دلوقتي. زمان كان المفروض إن السكن، يعني لو أنت ساكن في إيجار أو عندك بيت، المفروض يكون مثلا التلت، مثلا النص. انما دلوقتي الايجارات بقت ب يعني جنب اللي انت بتعمله، بتلاقي لا ده يزيد عن النص، او ممكن يوصل للي انت بتعمله. فانت بتقبض من هنا، تدفع الايجار من هنا او المورجج من هنا، عشان اللي هي مصاريف الحياة العادية، فاهم؟ فاغلب الناس تلاقي شغالين شغلانة او 2 عشان يكفوا نفسهم بناء على اللي بيحصل. يعني احنا زمان مثلا، انا فاكر كان اول شقة مثلا نسكن فيها زمان ممكن كانت في حدود $1200 ولا حاجة، وكان ساعتها الرقم كبير، يعني ده مبلغ كبير. لان كان في ساعتها ناس بتسكن ب900. طبعا اللي هيسمع الارقام دي هيضحك، يقول لي ايه يا عم الكلام ده انت بتتكلم فيه؟ انا بتكلم في 2013 2014. كان فعلا في اسعار كده. دلوقتي اقل شقة اوضة واحدة مثلا، والله بسمع اسعار 2400 في الشهر و2300، مقارنة بالدخل مثلا حد بيدخل له 3000 جنيه في $3000 في الشهر بعد الضرائب. يبقى انت فاضل لك ايه لما تدفع 2300 وهتدفع كهرباء ونت وتأمين العربية والمصاريف اللي الناس كلها متعودة عليها. المشكلة ان المجتمع الامريكي هنا مجتمع بيحب الرفاهية ومدمن بطبعه، مدمن كل حاجة، اي حاجة جديدة بيبقى عاوز يشتريها. تشوفوا التليفونات الجديدة الناس بتشتريها، العربيات الجديدة الناس عاوزة تشتريها، كل الناس حابة يبقى عندها عربية جديدة، كلهم عايشين على الفاينانس وعلى الليس، على الكريدت كارد. والناس غرقانة في الموضوع ده لانها بتحاول تتعايش. بالنسبة بقى لموضوع الايجارات ده، حصل ليه واسعار البيوت ضربت في العالي؟ لان
في ولايات يعني ناس كتير كانت بتتكلم تقول، من الناس اللي كانت بتبعت لي دايما، انا عاوز اروح انديانا، عاوز اروح نورث كارولاينا، عاوز اروح ساوث كارولاينا، لان كان الاسعار فيها حلوه. بس للاسف مؤخرا الاسعار زادت في كل حته. لو انتم متابعين او ناس متابعاني من ولايات تانية تقدر تصدق على كلامي وتقول لا فعلا الموضوع ده، ان في الاسعار زادت في الايجارات والكلام ده كله. عارفين ليه؟ ده انا اكتشفته في الولايه عندي وانا بشتري في البيت بتاعي. عرفت ليه الاسعار طالعه عاليه كده، وليه التجار بداوا يزودوا في الاسعار. لان الولايات الغاليه زي نيويورك، كاليفورنيا، تكساس، كلهم الاسعار غاليه جدا عندهم. فبداوا الناس يقول لك لا بقى خلينا نروح على ولايه تانية زي اللي هي الهجره الداخليه، ياخدوا اسرتهم ويلا بينا نروح على ولايه تانية، تعالوا نروح انديانا، تعالوا نروح نورث كارولاينا. لما يبقى بالنسبه لهم ايجار ب $2000 او 2500، ده رخيص جدا جدا. غير ان بقى اغلب الناس بتشتغل ريموت، فيقدروا ينقلوا الولايه في ثواني وهم ضامنين شغل. فبداوا بقى يروحوا، بالنسبه لهم ده رخيص، فيبدا بقى الناس لا تزود لانها ضامنه ان في زباين هيجوا لهم ويدفعوا فلوس. حاجه تانية، دي سبب ان ناس برضو تشتري، يبيع بيته مثلا ب2 مليون، يجي يشتري هنا بيت ب700,000، بالنسبه له ده رخيص. بمليون بالنسبه له ده رخيص، هو اللي كسبان، وحياه اقل ومصاريف اقل. فيجوا من الولايات دي يروحوا على الولايات التانية يبوظوا لهم الدنيا. فالدنيا باظت على الولايات، حتى الولايات اللي هي الضعيفة او اللي يعني على قد حالها شوية. نفس الكلام في الإيجارات بتزيد، لأن الناس دي جاية تقدر تدفع عادي. بالنسبة لهم هم بيعملوا فلوس كويسة بالنسبة للعيشة في الولايات التانية. حاجة تانية اكتشفناها مؤخرا بسبب برضو الجمارك اللي طبقوها على البضائع الخارجية. انا نفسي بقيت اشوفها في المحلات العربيه. ادخل المحل العربي، طبعا المحلات الامريكيه العادي، شوب رايت، وولمارت، الكلام ده كله، ناس تصدق على كلامي برضو. الواحد كان يدخل مثلا يجيب شويه حاجات كتير مثلا $100-150. دلوقتي انت بتدخل نفس الحاجات دي تطلع دافع 300-400 مثلا. ف فكل ده بسبب الجمارك وزياده الحاجات على الانتاج. المحلات العربية نفس الكلام، كنت تروح مثلا تصرف $60-70، لا هناك هتروح تصرف أقل حاجة 150-200 على حسب الحاجات اللي انت بتشتريها. فكل حاجة غليت. الاقتصاد فيه مشكلة وفيه تضخم ومؤثر على كل حاجة، مؤثر على الإغلاق الحكومي اللي حاصل اليومين دول. ربنا يسهلها على الجميع وإن شاء الله الحياة تظبط. لان سمعت شكوى من ناس كتير جدا جدا جدا، ومش من مصريين او عرب بس، انا بسمعها من اصحابي امريكان كتير. يعني سوق العمل خربان بسبب الاي اي وتدخل الاي اي، وبيسرحوا الموظفين. اغلب الشغلانات تلاقيهم شورت ستاف ومحتاجين ناس، وبيسرحوا عادي وجاريين، يعني يلا امشي مش عاوزينك، امشي مش عاوزينك. فده مأثر على الانتاج ومأثر على حياة الناس، والناس يعني فعلا مضغوطين جدا 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 في الوقت الحالي. بالتوفيق للجميع. معلش طولت عليكم، بس انا يعني النقاش ده كنت حابب انشره معاكم. شكرا لو تابعتوني لاخر الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.